الآن يا ابني، إذا كل نكبات المسلمين سببها شيئان، مثل ما النبي قال: صنفان من الناس إذا صلح صلح الناس، وإذا فسد فسد الناس: العلماء والأمراء. الأمير لازم يكون متخرج من المسجد. أنو مسجد؟ وين المسجد يا ابني؟ المسجد أحلى من العسل في نظر النحل. إذا حطيت صحن عسل قريب من خلية، بعد 5 دقائق شو بتشوف؟ الخلية كلها ركبت فوق صحن العسل. والعلماء يا ابني، العالم الحقيقي هكذا كل الناس تقبل عليه أبدا. العين غذاءها بالمنظر الجميل، والأذن غذاءها بالكلام الجميل، اللسان غذاؤه بالطعم الجميل، النفوس والقلوب والأرواح غذاءها بالروح الجميلة، بالعقل الجميل، بالحكمة، بالعلم. فأنت أيها العالم إذا صرت، النبي كان نشأ عالم أول، لما أمير أول نشأ عالم معلم، بعدين صار أمير وتنازل عن الأمارة وتنازل عن الملك. قال: عبد الله، ما بده يكون همك الدنيا، كون خادم للملك، كون خادم. بزين النبي ما وطئ عنقه الشريف، وكان بيحسن بدعوة الله يهلك كل كفار مكة. لو ضربوا كف اللي قوته قوة النبوة 40 رجل، كان بصرع 40 واحد. فكان دائما يقول: اللهم اغفر لقومي، وفي رواية: اللهم اهدي قومي. مين قومه؟ كانوا كلهم كفار، فإنهم، ما بس يدعي لهم ويعتذر، فإنهم لا يعلمون. هلأ المجتمع من الجهل والجاهلية، إذا رأوا الشيخ دعا للحاكم: يا غيرة الله، يا غيرة الدين، جهل. هذا فعل النبي، هي الحكمة، بده أهواءه. هيك سنة النبي، بده أهواءه. اللهم أعز هذا الدين بأحب الرجلين إليك، بعمر وأبو جهل. ما قال اللهم اهديهم، قد يقتلوا. قال: اللهم أعز الدين بهم، بواحد منهما. ما بنقتدي برسول الله، لكن بمين بنقتدي؟ بأهوائنا وبجهلنا وبالعوامل اللي بالشارع. إن شاء الله ربي بيرجينا وقت وما بيكون بعيد، وقت وما بيكون بعيد، الحاكم والعالم والأمة تمثل شخصية واحدة في بناء الإسلام. وما أحلى الإسلام يا ابني، ما أجمله.